اهلا اهلا صديقي اللي مش بيرد عليا. ما تردش عليا ليه؟ منعزل ليه وقاعد لوحدك؟ لا انت مش قاعد لوحدك، وحتى لو قاعد لوحدك انا جاي النهارده اقول لك اقعد لوحدك. عامل ايه؟ وحشتني والله. قبل ما اخش في الموضوع واسيبك تنعزل عني، عايز اقول لك اهلا وسهلا. ازيكم؟ النهارده فيديو هيكون غريب شويه، ولكن في فايده حلوه جدا لو انت استفدت منها. ما تضحكش عليك بيها. عمرك حسيت انك مش عايز ترد على حد؟ مش عايز تخرج ولا تتكلم ولا حتى تبص في وش اي حد؟ مش زعلان بس تايه. بتحس ان صوت الناس بقى عالي جدا جدا جدا، حتى لو بيهمسولك. حتى الناس، واخد بالك انت، الناس نفسها بقت كتير والكلام بقى متكرر، وانت جواك سؤال بسيط جدا جدا جدا: انا فين؟ تحس انك انت ساعات كده محتاج تفضي كل اللي حواليك علشان يمكن تلاقي نفسك وسط الزحمة. لو مريت يا سيدي بالإحساس ده، فأنا بقولك النهاردة إنك مش مريض ولا منطوي ولا متوحد ولا غريب. انت بس محتاج لحظة سكوت، لحظة تعزل فيها الدنيا علشان تسمع نفسك. ولازم تعرف ازاي تعيش العزلة الصح. ولما هتعرف ازاي تعيش العزلة الصح، هتكتشف ان العزلة مش النهاية. العزلة دي بداية لحياة افضل محدش يعرف عنها حاجة، وده عمره ما هيحصل وسط الزحمة. فالنهاردة هنقولك امتى العزلة تكون حاجة مفيدة ليك وتشفيك من اللي في الدنيا، وامتى العزلة تكون هروب. فيلا بينا نقول ازاي نبعد عن الناس علشان نلاقي نفسنا. العزلة لا تساوي وحدة. في ناس بتسمع كلمة عزلة فبتخاف. ليه بقى؟ علشان اتعلمنا ان اللي بعيد وحيد، وان اللي بيسكت مكتئب ومنطوي. بس تعال نبص لها كده بعمق شوية. الوحدة انك تبقى وسط ناس كتير بس حاسس ان محدش شايفك وانك وحيد. تبقى بتتكلم بس محدش بيسمعك. تبقى بتضحك بس ضحك كله فيك في فيك ومش حقيقي. انما بقى العزلة انك تقعد مع نفسك من غير تمثيل ولا ضغط، من غير ما تحاول تقنع حد بحاجة. والعزلة مش مكان بتهرب ليه. العزلة حالة فيها بتقفل الباب، بس مش على العالم، على الزحمة اللي جواك. علشان انت اوقات بتحس انك مش فاهم انت متضايق ليه، او حاسس بتقل على صدرك. وده مش علشان مشكلة واحدة، ده عشان ان الاصوات اللي حواليك والناس الكتير نسيتك صوتك ومين انت. هنا ممكن اقولك ان العزلة مش هي الوحدة. الوحدة بتساوي فراغ، بس العزلة بتساوي وعي. انا وانت والناس كلها دايما بنخاف ان احنا نبعد علشان ما نحسش ان احنا لوحدنا. في عزلة معينة بجد هتحس فيها لأول مرة انك انت معاك. متخيل الفرق؟ متخيل انك تحس انك قاعد بجد مع حد فاهمك، والحد ده هو انت. في ناس بتبقى وسط ناس كتير والله وحيدة، وفي ناس بتبقى لوحدها واخدة بالها من كل حاجة. والعزلة مش معناها ان حضرتك تكره الناس ابدا. العزلة معناها انك تدي نفسك كفاية، فهتديها مساحة وهتعمل اللي هي عايزاه. ليه بقى احنا ساعات بنحس ان احنا محتاجين نختفي؟ احنا في زمن صوت الناس فيها عالي قوي بجد. خلاص الواحد جاله صداع. الكل بيتكلم، الكل بيظهر، الكل بيشارك، والسوشيال ميديا خلتك شايف كل حد في كل وقت، وبرضه في نفس الوقت خلتك مش شايف نفسك. كل يوم بتشوف مين مسافر، مين اتجوز، مين بيضحك، مين نجح. فدماغك بتشبع وطاقتك بتتاكل. عقلك بيتعب من المقارنة، وقلبك بيتعب من الصدمة. كل ده بيخلي نفسك وجسمك يصرخوا كده، يبقى فيه صويت مش مسموع. والصوت اللي مش مسموع ده بيقولك كفاية، أنا محتاج أهدى واسكت. ووقتها العزلة بتبقى الحل والنجاة. بقى محتاج تقعد مع نفسك وتقول لها: أنا تعبت من الرد على الكل ومحتاج أرد على سؤال واحد، أنا عايز إيه؟ العزلة مش ضعف. العزلة حاجة جريئة تخليك تخرج من الترند وتدخل جوه وعيك، تسمع وتحلل وتفهم. تبعد عن الناس شوية عشان ترجع ليهم إنسان كامل، مش نسخة مكسورة ولا نسخة بتحاول تكرر أي حد. ده جسمك ونفسك صدقني ممكن كل يوم بيقولوا لك قبل ما تروح في أي حتة: إحنا محتاجين هدوء، أبوس إيدك اسمعني. مش كده برضو؟ لأنك وبكل بساطة
استهلكت طاقتك في الناس، نسيت نفسك وسط كلامهم، بقيت بتعيش ردود افعال مش مشاعرك الحقيقيه. فلما بتوصل لكل النقط دي صدقني العزله بتبقى علاج، بتبقى فرصه انك تسمع نفسك تاني. صوتك ودماغك وقلبك محتاجينك، وده مهم جدا علشان ترجع تمشي صح تاني. زي كده ما حضرتك بتراستر النت لما بيعلق، ولا تراستر تليفونك لما تحس ان هو في حاجه غلط. لازم تفصل، لازم تفصل تنعزل، مش تفصل تروح تنام، ها، علشان عقلك وانت ترجعوا تشتغلوا تاني. تاخد امتى العزله تبقى مفيده وامتى تبقى خطر. في خط رفيع جدا بين العزله المفيده والعزله اللي تدخلك في اكتئاب. العزله ممكن تبقى سلاح وممكن تبقى سم، وعلشان تعرف الفرق محتاج تسأل نفسك 3 أسئلة. 1، هل أنا واخد العزلة بإرادتي ولا هي اللي خدتني؟ اوعى تكون بتتاخد، استغفر الله. اتكلم بأدب يا ولد. لو انت اخترت تبعد فده وعي، بس لو لقيت نفسك بتبعد تلقائيا وبتغرق في السلبية فده خطر. 2، هل بتحس براحة وانت بعيد ولا بتنهار؟ الراحة دليل ان العزلة علاج وانت بتحاول تغير وتتصرف، بس الانهيار معناها ان انت متعلق فيها ومش عارف تخرج ومستني حد يخرجك منها. 3 بقى والأهم، هل بترجع بعد العزلة إنسان أحسن؟ العزلة المفيدة هتخليك ترجع إنسان أقوى وفاهم وعاقل وعارف وأنضج وأهدى. بس العزلة اللي مش مفيدة وبجد سم جدا جدا جدا، إنها أصلا بتخليك تنسى إنك ترجع، بتحب الوحدة، وهنا أنت رحت كده. العزلة المفيدة فيها وعي وفيها قرار وفيها نية. العزلة الخطر هروب وكسل واستسلام. الفرق بينهم بسيط بس النتيجة مرعبة. خيط لو عديته ولا قطعته من غير ما تقصد الدنيا باظت. فالفرق بينهم مش في العزلة نفسها، الفرق في نيتك. اسأل نفسك دايما، أنا بعيد ليه؟ عشان ارتاح ولا عشان اهرب؟ اللي بيبعد عشان يرتاح بيرجع، لكن اللي بيبعد عشان يهرب خلصانه وراحت عليه وبيضيع. ازاي بقى ممكن نعيش عزله مفيده؟ 1، لازم تحدد نيتك من الاول. قول لنفسك كده وبطريقه حلوه، انا هبعد ولو حتى نص يوم عشان اسمع دماغي وقلبي بكل وضوح، عشان بس لو احتجت انك تعيش عزله بسيطه اعملها كده كأنك بتحضر جلسة استشفاء لنفسك. ده صح. لازم. والحاجة التانية انك تحدد المدة. اختار مكان هادي نظيف حلو مريح وبتحبه، حتى لو كافيه، حتى لو انك تتمشى في الشارع، تقعد في ركن في البيت، والله العظيم. بس المهم انك تكون بتحس بالأمان في الحتة دي. يوم، يومين، ساعة، ساعتين، المهم تكون مدة واعية انت حاسس بيها ومحددها مش مفتوحة. لازم، وده مهم جدا 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 عشان العزلة تبقى تمام، انك تنظف البيئة اللي حواليك. نظف السوشيال ميديا، نظف تليفوناتك، نظف نوتيفيكيشناتك والرسائل اللي بتجيلك، نظف مين اللي يكلمك ومين ما يكلمكش، مين اللي تسمع له ومين ما تسمعلوش. خد لحظة في الدنيا محدش يكلمك غيرك، مكان هادي، نور طبيعي، اقل قدر من الازعاج. اكتب لك حاجه، اكتب اللي مزعلك، اللي مش طايقه، اللي مضايقك واللي نفسك فيه. اكتب كانك بتكلم واحد صاحبك ولا انك انت مع ربنا. كل ما تكون العزله نظيفه كل ما هتكون مرتاح اكتر واكتر. خليك صريح مع نفسك، مش لازم تكتب باسلوب حلو ولا تبقى ما شاء الله بقى شاعر ولا كاتب خالص. اكتب انا تايه، انا متلخبط، انا بكره كذا، انا بحب كذا. اوصل لنفسك واعرف هي عايزه ايه. صدقني كل كلمه هتطلع ما طلعتش قبل كده هتنظف حاجه جواك. فاعمل كل حاجه علشانك مش عشان ترضي اي حد. بعد العزله لازم ترجع بالتدريج. اوعى تطنش فجاه الناس، واحده واحده. ابعت رساله لصاحبك كل فتره او حتى عرفه. اخرج شويه وشوف الناس، بس واحده واحده. ممكن في الوقت ده تتواصل مع شخص واحد بتحبه، بيتفاهم وعارف انت عايز ايه وبتمر بايه، فاهمه كويس قوي.
ما ترجعش بنفس النسخه القديمه، عشان كده انت ما عملتش اي حاجه ووقعت في فخ الوحده. ارجع بنسخه فهمت نفسها وقررت وعرفت واتغيرت. رجوعك البسيط مش معناه انك نسيت نفسك، لا، رجوعك البسيط معناه انك رجعت بنفسك مش نسيتها. فالعزله ساعات بتبقى صديق عشان تخرج من كل اللي انت فيه وترجع احسن. العزله عمرها ما كانت وحده، الوحده انت اللي بتعملها بايدك، وانت اللي تقدر ما تخليهاش موجوده خالص برضو بايدك. انت اللي بتختار حابب ايه. مش اي حد بيدخل العزله بيطلع منها انسان كئيب او منطوي او كل الكلام اللي انت بتسمعه. العزله ساعات بتبقى حل لمشاكل كتير انت مش واخد بالك منها، وهتاخد بالك اول ما تنعزل، وهتفهم قد ايه انت كنت متاخر وكنت محتاج ده من زمان. فانا مش جاي اقول لك النهارده ابعد عن الناس، انا جاي اقول لك ما تبقاش قريب من الناس وانت بعيد عن نفسك. في جمله قالها الامام علي: وحشه النفس خير من 1000 صاحب ما يعرفش قدرك. فالعزله مش شروب، العزله حل لحاجات كتير انت مش واخد بالك منها. ومش دايما العزله معناها انك لوحدك، اوقات بتكون لحظه رجوع، لحظه تعمل فيها اعاده تشغيل كده وريستارت لكل حاجه في حياتك. فانت لو حاسس انك محتاج عزله ما تتكسفش، خدها، بس خدها صح. الناس مش دايما بتسمعك، بس صدقني انت اكتر حد يقدر يسمعك. اعمل كده بكل ادراك وبكل اراده. ولو تقدر تكتب لي في الكومنتس هل عشت عزله قبل كده، ايه اللي خرجك منها، وايه اكتر لحظه حبيت فيها العزله كانت امتى. وخلي الفيديو ده مثلا بدايه لحوار جديد بينك وبينك. بس سيدي نيجي هنا عند نهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. معاكم محمد صالح موكا، بيحاول على قد ما يقدر زي ما بنقول لكم في كل فيديو كل مره، هو بيحاول يعمل ايه؟ يخليك احسن ويخلي نفسه احسن، وهو بيسمع الكلام اللي هو بيقوله صدقني. فاحنا كلنا محتاجين نبقى احسن، مهما كنا حلوين محتاجين نتطور، مهما كنا عايشين بننسى، محتاجين حد يفكرنا. فانا بحاول افكرك وافكرني انا كمان، ما تخافش، انا كمان محتاج حاجه، انا لست كاملا، انت ممكن تكون احسن مني كمان. فانا بحبك وبحب اللي بيحبك. واذا وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. افرح وحاول تتغير وانعزل عادي وهترجع، وانا واثق فيك. فلأي حد انعزل وطلع فانت جامد، واذا بتعمل كده كل فتره فانت اجمد. لاي حد ما انعزلش وما جربش، اتمنى الفيديو ده يكون فادك وتقدر تعمل كده وتبقى احسن. بس خدوا بالكم من نفسيكم ومن صحتكم ومن حياتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد زي ده حلو المره الجايه.